السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم بيتكوين؟ فيديو جديد على قناتنا راح نتكلم فيه عن حرق عملة تيرا لونا كلاسيك وكم عدد القطع المحروقة اللي مفروض تقوم بحرقها منصة باينانس غدا. قبل ما نبلش الفيديو أصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام. راح اترك لك الرابط أسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بناء القناة. خليكم معنا لبعد الانترو. طبعا اصدقائي منصة باينانس راح تحرق من عملة تيرا لونا كلاسيك بعد 3 ايام من الان. عملة تيرا لونا كلاسيك حاليا بسعر 0.3 اصفار 16 بعد الانخفاض الكبير اللي تعرضت له العملة من منطقة 23. طبعا حاليا عندي منطقة تجميع مهمة اللي هي منطقة ما بين 13 إلى منطقة 11. هاي المنطقة اللي انطلقنا منها إلى القمة السابقة للعملة. حاليا نحن متوجهين إلى القاع مرة أخرى وإلى منطقة التجميع، نقوم بالشراء من هاي المناطق وننتظر اختراق الترند الهابط وبعدها بنشوف ارتفاع كبير بالعملة. طبعا هذا الشيء كمان بيعتمد على ارتفاع البيتكوين. حاليا بيتكوين أصدقائي عنده مقاومة عنيدة عند منطقة 18,000 دولار. حاليا عم ننتظر اختراق منطقة 17,000 دولار وبعدها نتوجه لمنطقة 18,000 دولار. طبعا إذا رفضنا من منطقة 18,000 دولار ممكن نرجع نستهدف منطقة 17,000 دولار ونمشي بشكل عرضي بعد اختراق مرة أخرى. لكن لحد الآن ما بنقدر نقول إنه الوضع إيجابي إلا عندما يتم اختراق مقاومة 17,000 دولار. في حال فشلنا بالاختراق وكسرنا قاع البيتكوين اللي هو عند منطقة 15,800، طبعا راح نشوف انخفاض البيتكوين وكمان انخفاض لتيرا لونا كلاسيك، نستهدف منطقة 0.3 أصفار 12. شو بالنسبة لحرق عملة تيرا لونا كلاسيك؟ عم بيرتفع الرتم اليومي للحرق عن طريق معاملات الحرق اليومية. عم نشوفها صار معاملات الحرق اليومية عم توصل إلى 41 مليون قطعة حرق، وطبعا أقصى حد وصلنا له هو 250 مليون قطعة حرق. طبعا هي عملية الحرق عن طريق ضريبة الحرق الخاصة بالمنصات. طبعا منصة باينانس راح تقوم بحرق عملة تيرا لونا كلاسيك وراح تحسب عدد المعاملات من يوم 30/10 إلى يوم 30/11. طبعا أنا وفرت عليكم كل التعب وقمت بعملية حسابية من تاريخ 30/10 إلى 29/11. حسبنا كل هالأيام. طبعا باقي يوم غدا هو اليوم الأخير باحتساب عدد القطع المحروقة لعملة تيرا لونا كلاسيك. خلينا نحسب مع بعضنا عدد القطع المحروقة. طبعا أصدقائي أنا جمعت حجم التداول اليومي وطلع معي 5,784,000,000 دولار. هاي إجمالي فوليوم على العملة خلال هذا الشهر. يعني حجم التداولات على عملة تيرا لونا كلاسيك كان 5,784,000,000 دولار. طبعا لازم نعرف ايش قد النسبة الخاصة بمنصة باينانس. نضرب هذا الرقم ب25%. 25% هي حصة منصة باينانس. يعني حجم التداولات على منصة باينانس فاقت 1,446,000,000 دولار. طبعا النسبة اللي بتاخدها منصة باينانس حسب كلام منصة باينانس هي 0.1%. نضغط عليه يساوي. طبعا الرسوم اللي اخذتها باينانس من المعاملات هي 1,446,000 دولار. هاي هي رسوم اللي اخذتها منصة باينانس من المتداولين على عملية تيرا لونا كلاسيك. اذا نرجع لتغريدة منصة باينانس او مقال منصة باينانس بتقول انه نحن رح ناخذ رسوم حرق 0.1%. نرجع نفتح الآلة الحاسبة. طلع إجمالي الرسوم 1,446,000 دولار. طبعا القطعة الوحدة من عملة تيرا لونا كلاسيك، خلينا نشوف القطعة الوحدة كم تساوي. ندخل على نظرة عامة، ننزل إلى الأسفل بهاي الخانة بكبس $1. طبعا $1 حاليا بيساوي 6,180. بدخل على الآلة الحاسبة بضرب هذا الرقم ب 6,180. بضغط على يساوي. إجمالي عدد القطع المحروقة تساوي تقريبا 9 مليار قطعة محروقة. يعني راح نوصل عدد القطع المحروقة إذا ندخل على لونا كلاسيك بورنر أونلاين راح توصل عدد القطع المحروقة تقريبا إلى 37 مليار قطعة. طبعا إجمالي القطع المحروقة لحد الآن 28 مليار قطعة. 10 مليار قطعة محروقة عن طريق رسوم التداول و18 مليار قطعة محروقة عن طريق إرسال القطع إلى محفظة الحرق. طبعا إذا نرجع على موقع
تيرا لايت طبعا عند 18 مليار ونصف، هدول أرسلوا إلى محفظة الحرق الخاصة بعملة تيرا لونا كلاسيك. وعندي 10 مليار قطعة هي المحروقة عن طريق الرسوم الخاصة بالمعاملات. والحرق اليومي أو رتم الحرق اليومي وصل إلى 371 مليون قطعة. أصدقائي بكم وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.